نزل برومو مسلسل حرب، واحد من اسرع المسلسلات الرمضانيه، لاننا سمعنا كلام عنه اساسا او شفنا البوستر بتاعه قبل رمضان بثلاث اربع ايام حاجه زي كده، والمسلسل اتاخد فيه قرار بسرعه جدا. وهنتكلم شويه عن المعلومات عن الكاست بتاع المسلسل قبل ما يتنفذ بالفنان احمد السقا ومحمد فراج، وهنتفرج على البرومو مع بعض لاول مره هتفرج عليه معاكم، وهنشوف انطباعنا على الاعلان بعد ما نشوفه. بس قبل ما نبتدي الحلقه بقى بتوع افلام، عايزكم تظبطوني لايكات كتيره جدا جدا جدا، وشير وسبسكرايب للشانل لو لاول مره. طبعا عايزكم تشتركوا على انستجرام بيج وفيسبوك بيج، دوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. ويلا بينا نخش في الحلقه. اهلا مسا عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. مبدئيا كده بتوع افلام، لو تفتكروا مسلسل حرب في الحلقه بتاعه القائمه النهائيه بتاعه مسلسلات رمضان 2023 قلت لكم ان في احتماليه ان في مسلسل ما بين احمد السقا ومحمد فراج، بس حتى الان لم يتم التاكيد. بس طبعا بعد الحلقه ما نزلت بيومين كان نزل البوستر وتم بالتاكيد ان المسلسل هيتكون من 10 حلقات وهيبقى اخر 10 ايام من شهر رمضان. يعني المسلسل هيتم عرضه اول حلقه يوم 21 رمضان. دي معلومات لازم تعرفها امتى المسلسل هيبتدي. والمسلسل كان بيتقال ان اللي كان قبل الفنان احمد السقا ومرشح للدور ده كان الفنان يوسف الشريف، ولكن يوسف الشريف اعتذر عن الدور وجه بعديها الفنان الكبير احمد السقا، وبيشارك الفنان محمد فراج. وده يعتبر عودته للدراما الرمضانيه من ساعه طبعا مسلسل لعبه نيوتن اللي كان مكسر الدنيا وكان واحد من امتع واجمد الممثلين في الموسم ده. ولكن طبعا اخر مسلسلاته كانت لسه من قريب مسلسل غرفه 207. اما الفنان احمد السقا كان موجود السنه اللي فاتت بمسلسل الاختيار الجزء الثالث، والسنه اللي قبليها بمسلسل نسل الاغراب مع المخرج محمد سامي. ونظرا اني قلت في اول المقدمه بتوع افلام ان المسلسل ده واحد من اسرع المسلسلات، ان هم بيحاولوا فعلا ينفذوه باسرع وقت ممكن. فالمسلسل من اخراج المخرج المميز احمد نادر جلال، وبيقولوا ان المخرج على الوحده الثانيه في الاخراج للمسلسل ده المخرج بيتر ميمي، عشان يحاولوا ينجزوا اكتر وقت ممكن عشان المسلسل يخلص بسرعه. والمسلسل من تاليف المؤلف هاني سرحان، مؤلف الاختيار الجزء الاول والثاني والثالث. وغالبا المسلسل هو هيبقى البديل بتاع مسلسل الكتيبه 101، عشان مسلسل الكتيبه 101 يتكون من 20 حلقه، فده اللي هيستكمله 10 حلقات. فيلا بينا بعد كل المعلومات اللي احنا اتكلمنا عليها دي دلوقتي يا بتوع افلام نشوف التريلر لاول مره. انا بالنسبه لي توقيت اهو اللي انا بتفرج عليه التريلر لسه نازل من نص ساعه، فيعني كده انا لسه في الاول خالص، والحمد لله كنت في الاستوديو. فيلا بينا بقى بتوع افلام اللي لسه ما شافش البرومو هيتفرج عليه لاول مره معايا. 5 4 3 2 1. حرب بدءا من الأربعاء 21 رمضان أهو 9 مساء. هو اللي قال مش انا اهو.
بعد ما شفت الاعلان انا ما كنتش متخيل كده، يعني انا كنت متخيل ان هو مسلسل هيبقى مختلف، ما كنتش متخيل ان هو هيتكلم عن جماعه اسلاميه وبوليس، كنت متخيله ان هو ممكن يبقى مسلسل اكشن عموما عادي مش بيتكلم عن المواضيع دي. بس عموما من الاعلان اكتر حاجه شداني في الموضوع ككل ان هو 10 حلقات، فمش هيبقى فيه مط وتطويل، هيبقى فيه احداث بسرعه، هتشوف اكشن كتير. بس المسلسل ده هيبقى تحدي كبير جدا للفنان احمد السقا ان هو يقوم بدور ارهابي ودور شخصيه ان هو شكله امير جماعه مش اي كلام، ده واحد تقيل. وهل يا ترى المسلسل ده قصه حقيقيه ولا لا؟ الله اعلم. كل ده هنكتشفه خلال الايام اللي جايه، ولما المسلسل ينزل اكيد لو قصه حقيقيه هيكتبوا هذه الاحداث قصه حقيقيه. بس انا بقول لك ان هو مش اي كلام. ليه؟ لان هو واضح ان هو من خلال البيان اللي هو حطه في الراديو ده ان هو عايز يخلي مصر دوله اسلاميه من خلال الجيش بتاعه. سنحرر مصر ان شاء الله من الضلال ونباركها دولة اسلامية. فهو واضح ان هو مش مجرد ارهابي فقط لا غير، هو حاجه تقيله جدا وبيتحدى محمد فراج وبيتحدى الشرطه المصريه عموما. ومن لهجته واضح ان في ثقه، واضح برضو ان هو تسبب في كوارث كتيره، وده برضو شفناه من خلال الاعلان لما محمد فراج دخل على مكان غالبا كان مستشفى وكان فيه غالبا برضو جثث كتيره وهو لبسه كان مليان دم برضو. فده برضو يبين لك ان هيبقى فيه مباراه او حرب ما بين محمد فراج وايضا احمد السقا، ودي من اكتر الحاجات اللي محمساني. هتسمع عن الظافر. ده انا ما بقاش ورايا غيركم. هنتقابل. واقول لك على حاجه، بعد ما شفت الاعلان اعتقد لو المسلسل ده كان 30 حلقه ما كنتش هبقى متحمس قوي، لكن ان هو 10 حلقات احب اشوف بقى ال10 حلقات بالمخرج احمد نادر جلال، وايضا في الوحده الثانيه بيتر ميمي مع احمد السقا ومحمد فراج. اعتقد هنشوف حاجه كويسه. الظافر باذن الله. وبرضه شفنا في الاعلان موجود الفنان محمود البزاوي، واعتقد ان احنا هنشوف فنانين كتير في خلال العمل ده. عسكري ده لازم يروح. طب ده واحد رفع السلاح في وشك عشان يقتلك. الا اذا بايع تاني. هنشوف كده كده الله اعلم ايه الكلام. خلاص قرب المسلسل، وسبحان الله بتوع افلام قربنا على 10 الاواخر. يعني بجد يعني سبحان الله الايام في رمضان بتعدي بسرعه قوي. انا عارف ان انا حاسس ان انا جده جدا وان انت سمعت الجمله دي من مليون حد وان انا تقليدي جدا، بس انا فعلا غريب جدا الموضوع ده سبحان الله يعني. وبس يا بتوع افلام ده اللي انا اقدر اقوله لكم على مسلسل حرب، وهنبقى نتكلم عليه طبعا بعد ما نشوفه ونشوف انطباع عنه، نشوف نعمل حلقه في النص ولا بعد ما يخلص كله في الحلقه طبعا بتاعت النظره الشامله بتاعت الافضل والاسوأ بتاعت رمضان. هنتكلم كده كده، بس اكيد هعمل حلقه يعني عن المسلسل، هنشوف كده كده. شفتك خفت. الباشمهندس زياد فجريت. اللي هيصنع لنا الصواريخ. لا انا قلبي وجعني عليه. وبس يا بتوع افلام ده اللي انا اقدر اقوله لكم في الحلقه بتاعتنا بتاعت النهارده. وسؤال الحلقه، هل متخيل ان المسلسل ده ممكن يبقى من التوب ومن احلى ومن افضل مسلسلات رمضان، ولا هيبقى من المسلسلات اللي انت كنت متوقع انها تبقى حلوه وطلع في الاخر مسلسل مش زي ما انت متوقع، ممكن يبقى مسلسل وحش؟ سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، دي اهم حاجه، وهرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول. وفي نهايه الحلقه بتوع افلام طبعا لو عجبتكم الحلقه دي تشيروها في كل حته، وطبعا اتمنى ان انتوا تدوسوا لايكات كتيره، ولو انت مشترك جديد دوس سبسكرايب بعد اذنك طبعا. وطبعا عايزكم تشتركوا على الانستجرام بيج وفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. واحلى مسا عليكم.